ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى مربى حلوه قوي وجميله هتتبهري بيها جدا. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض بقى مربى المانجا حلوه قوي وجميله. طبعا الكل هيستغرب فيه مربى مانجا، ايوه فيه، وطعمها روعه روعه فعلا وجميله. وطبعا داخل علينا المدارس، ولازم تجهزي حاجة لأولادك عشان خاطر السندوتشات والحاجات بتاعة المدارس. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده نص كيلو من المانجا، وعليها ليمونة وكوباية من السكر. اي نوع سكر مفيش اي مشكلة خالص. طبعا انا هوريكم دلوقتي ازاي نقطع المانجا بكل سهولة، ومن غير اي تعب خالص، ومن غير لما تيجي بتقطعيها بتشيل القشرة بالسكينة. النص المانجا بتطلع معاكي فعلا، نقطعها تقطع حلو قوي زي ما انتوا شفتوا كده. يعني مش هتاخد في ايدك نص ساعة لما تيجي تحضريها وتجهزيها. مش هتاخد من وقتك نص ساعة. وحاجة بتعمليها حاجة بتعمليها طازة، ومفيش فيها اي حاجة وحشة. ما شاء الله على طعمها، وما شاء الله على جمالها. طعمها كانت جميلة جدا وكانت تحفة. بس اهم حاجة تجيبي المانجا بتاعتك تكون صفرة، وتكون مستوية شوية، ما تكونش ناشفة، علشان خاطر تكون المانجا مسكرة، ولما الطفل ياكلها يلاقي حاجة حلوة كده في بقه. زي ما انتوا شايفين، انا طبعا جايبه المانجا صفرة دي نص كيلو، يعني 3 حبات نص كيلو. طبعا نص كيلو ده ب10 جنيه، هو الكيلو ب20، انا جبت نص كيلو. يعني جبت يعني وكده، بس ما انا حبيت اللي انا اعمل، يعني يعني اعمل، يعني مش هعمل على طول. مش هعمل المانجا كلها مره واحده، لا. يعني اعمل كل شويه حاجه طازه كده، مش هعملها كلها وبعدين احطها في التلاجة، لا. دي طبعا انا عملت منها بطرمان من المربى، من المانجا. عملت منها بطرمان ما شاء الله حلو قوي وجميل. وطبعا زي ما انتوا شفتوا كده، انا عملتها بالشوكه. طبعا لو انت حابه تعمليها في الخلاط تعمليها، بس انا حبيت اللي انا اعملها على ايدي بالشوكه، تكون احلى شويه، وتكون لها طعم كده وحلو. تمام كده. وبعد كده هنعصر عليها الليمونه. لازم الليمونه تتحط عليها، دي لازم. طبعا وانا حطيت عليها طبعا الكوبايه السكر اللي انا قلت عليها. طبعا لو انت حابه تكتري، لو هتعملي كيلو هتعملي كوبايتين سكر، لو هتعملي نص كيلو هتعملي كوبايه سكر. تمام. طبعا هنجيبها على البوتاجاز كده، هنسيبها تغلي، ونعلي عليها البوتاجاز، هسيبها تغلي شويه عشان المانجا تستوي معانا. زي ما انتوا شفتوا اللون المانجا اتغير شويه، علشان خاطر بدات اللي هي خلاص تغلي، وبدات اللي هي تستوي معانا. زي ما انتوا شايفين كده، السمك بتاعها حلو قوي وجميل. طبعا الكل دلوقتي هيقول هي ليه مش جابسه؟ هي هتبقى جابسه. هجابسه دلوقتي، بعد طبعا ما نطفي عليها النار. وبعد طبعا احنا هنهدي عليها النار بعد ما غليت خلاص، هنهدي عليها النار، وبعد كده هنطفي عليها النار خالص، وهنسيبها تبرد شويه. مش هنحطها على طول في البطرمان، علشان خاطر تسيبها تبرد شويه. مش ينفع تحطها في البطرمان وهي سخنه. زي ما انت شايفه كده، هي خلاص كده ما شاء الله استوت، وعدت جميله وعدت تحفه. والحجم بتاعها الضاعف، يعني عاد قليل، عشان خاطر استوت معانا وعدد كويسه. زي ما انتم شايفين كده، هنجيب برطمان، هتحط فيه المربى بتاعتك المانجا اللي انت عملتيها من 3 حبات بس. عملتي برطمان مربى، وعملتي كمان طبق صغنطوط كده من المربى برضو. يعني حاجة حلوة أوي، حاجة لذيذة من المانجا، وحاجة تحفة أوي، وأولادي هتفرح بها أوي وهتفرح بالطعم. أتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. مع ألف سلامة.